هذا أول فيديو إلي بقناتي حرفيا بطلع بحكي فيه بكل عفوية، وفعليا ماني محضر ولا كلمة إني أقولها. أول شغلة بدي أحكي فيها ألف الحمد لله وصلنا لل100,000، هذا بفضل رب العالمين وبعدين بفضلكم أكيد. حرفيا هذا الفيديو كان لازم ينزل امبارح لأنه امبارح طبقت ال100,000، بس من امبارح لليوم عم فكر أنا كيف فيني كافي هذا الجمهور اللي عن جد وثق فيني ووصلني لهي المرحلة. صدقا مني وعلي الله يقدرني دائما إني يكون عند حسن الظن وأقدر أقدم الشيء اللي دائما بيرضيكم وممكن إنه تستفادوا منه وما يكون تافه. بصراحة هاي الحلقة حابب احكي كيف جبت 100,000 ب3 شهور، واحكي كيف كنت باليوتيوب من قبل، وكم شغلة اجاني انتقاد عليها مثل السنسال. واذا لاحظتوا انا ما عاد حطيت السنسال لانه فعلا كنت جاهل الموضوع انه ما بيصير، وحكيت هذا الموضوع بستوري انستا عندي. انا بلشت يوتيوب تقريبا باول 2018. كمان كنت احكي عن المواضيع الهادفة، بس مو مثل هي نوعية الفيديوهات اللي عم بعملها هلا، يعني لاقي موضوع جدلي مثلا واطلع احكي فيه. حرفيا من 2018 لليوم كنت اقعد احكي مع حالي اقول ممكن يوم من الايام اني انا اقدر اجيب درع ال100,000. ما كان عندي طموح اني انا اوصل لل1,000,000. انا بني ادم كنت نزل على اليوتيوب بشكل متقطع كتير، ما كان في امل بصراحة اني انا وصل عم داخلي وهذا الشيء غلط اكيد. انا ما بنصح اي حدا بده يبلش بمجال اليوتيوب انه يقطع. نجحت بغير شيء بشغلي الخارجي بعيدا عن اليوتيوب، والحمد لله اموري كانت منيحة والتزمت بشغلي واهملت اليوتيوب. وحرفيا كنت كل ما اطلع من اليوتيوب ارجع بعد فترة، ولو مثلا تكون 7 شهور نزل فيديو، ولو بعرف انه حيكون التفاعل بعد قطعة 7 شهور حيكون معدم، بس كنت ارضي هي الرغبة اللي جواتي باني انا اكون عندي فيديو على اليوتيوب وعم بشتغل مونتاج عليه ونزله. هلا كيف جبت ال100,000؟ اذا بدي احكي ممكن انك انت ما تصدق. ليك اذا بدي احكيك بطريقة نمطية، اني انا اعطيك برنامج تمشي عليه، او مثلا اقول لك نظم وقت التنزيل، ارفع كواليتي المونتاج، اختار مواضيع منيحة، اسس محتوى خاص فيك، كل هي الامور بتفيدك. بس حرفيا انا من 3 شهور لليوم صار معي شغلات كتير غيرت حياتي، بس حرفيا من 3 شهور لهلا بلشت بداية النجاح فيك تقول. بتذكر من 3 أو 4 شهور قبل ما بلش بهذا المحتوى كنت كل ما اكتئب وحس حالي مخنوق انزل اقعد بجامع الاموي بين فترة صلاة المغرب وصلاة العشاء، وبهي الفترة عن جد هيك كون كتير مرتاح وفي سلام داخلي جواتي وانا عم بقرا قرآن او عم صلي. حرفيا بين كل صلاة وصلاة ادعي اقول يا رب انا بدي انجح على اليوتيوب. والله مو مبالغة، يعني هو الموضوع ما شوي دراما، والموضوع كتير حقيقي. يعني بدك تسأل الناس اللي عن جد حاولوا انهم يدعوا لرب العالمين بخشوع، وخصوصي لما تكون النية بيضة. صار يصير معي شيء هيك مثل الخيال، مو مزح. نزلت فيديو كنت عم جرب انه انا خلص لازم ارجع، بس لازم نزل على الانستا لانه انا كنت بني ادم بس نشط على اليوتيوب. حرفيا نزلت الفيديو، نمت وفقت لقيت الفيديو عليه 100,000 مشاهدة، وانا حسابي كله عليه 1000 يمكن 1000 متابع. واساسا موضوع الفيديو اللي انا عامله ما موضوع ترند. بتفاجأ الفيديو اللي انا عملته او الموضوع اللي انا حكيت فيه صار حرفيا كل الناس تحكي فيه، ما بعرف ليه. نمت فقت لقيت الفيديو عليه 100,000 مشاهدة. نزلت فيديو بعدين الانستغرام، حرفيا فكرته اول شي في ناس بلشت انه تبعت لي ناس وهميين ممكن ليتسكر حسابي. اطلع على العالم لاقي ناس حقيقيين عم تشوف. هون انا تيقنت انه بال2018 لليوم كانت غلطتي واحدة، اني انا ما كنت متقبل باللاوعي اكيد الشي اللي كتبه رب العالمين الي. لما اهتميت اكثر وصرت اتقرب من رب العالمين ونسيت موضوع اليوتيوب وصرت اطلبه مجرد طلب، صار الموضوع بالصدفة، وحتى صار النجاح بالصدفة. هيك انا هيك فيني جاوبك. هلا اكيد انت ممكن تاخذ الموضوع على محمل المزح. اوكي انا هلا اذا بقعد بصلي وبضل عم صلي فجأة بلاقي حسابي صار عليه 100,000، اكيد لا. بس ما بيكفي انك انت تكون عم تعمل محتوى. اوكي حيكون مونتاج فخم، حيكون كواليتي فخم، ديكور فخم، المحتوى فخم، بس بدك توفيق من رب العالمين بالنهاية. لو شو ما عملت، انا هي الحلقة ابدا ما بدي اياها تكون كئيبة، بالعكس هي انا مبسوط، واللي عم يشوفوني يمكن مبسوطين لإلي لنجاحي، مبسوطين لانه وصلنا لل100,000 بمدة كتير قليلة، والحمد لله على كل شيء اكيد. بس فيني اقول شيء واحد، انه سبحان مغير الاحوال. يعني حرفيا بتذكر من 3 شهور كان بس انه مثلا بطلع على شغلي برجع من شغلي ممكن اني افكر اعمل شيء لليوتيوب، بس دائما ما بفشل اني انا اعمل شيء. كنت حرفيا وجود هي الناس حوالي اللي عم تتابعني ضافوا نكهة مميزة لحياتي. يعني انا صار عندي مسؤولية اني انا انزل فيديو، لانه بعرف في ناس ممكن تبعت لي على الانستا. يعني انا كثير في ناس الحمد لله من فضل رب العالمين بيبعتوا لي على الانستا انه ياسين ليش ما نزلت اليوم؟ فانت بتحس انه هيك في حدا عم يسأل عنك، في حدا بيحبك، في حدا اشتاق لك عن جد انه بده يشوفك، بدك اعمل له شيء. فانت بتصير صاحب مسؤولية بهي اللحظة عن جد. بتصير بتحس بعبء انه انا طب انا ليش ما عم نزل لهم فيديو؟ يعني انا شو خسران؟ علما انا مرات برجع من شغلي تعبان ماني قدران، في ايام مخصصة لعائلتي، بس بالنهاية بيضل هذا الشعور قد ما كنت تعبان حيضل هذا الشعور كتير حلو.
وان شاء الله بقدر اكون دائما عند حسن ظنكم، وبقدر اقدم هذا الشيء اللي انتم عن جد بدكم اياه ومفتقدينه دائما بالسوشيال ميديا. بالنسبة للمحتوى اللي حنضل ماشيين فيه، المحتوى حيضل واحد، ممكن نطور منه، وصفحتي بالانستا دائما موجودة لاني اسمعكم، لانكم انتم اخواتي، ممكن يكون اخوكم الكبير او الصغير. شكرا على 100,000، وان شاء الله يا رب بنقدر نوصل للمليون ولل10 مليون، بحيث نقدر نجمع اكبر عدد من الناس اللي بتحب هي المواضيع اللي عن جد بتمس كل شخص من جوا. باذن رب العالمين رح احاول بشكل يومي على الساعة 8 يوميا اني انا انزل حلقة طويلة او شورت. في شغلة كتير مهمة اذا بدك تبلش يوتيوب، انا واحد من الناس من 2018 تقريبا ل 2022 كنت اذا بدي انزل فيديو اقول انه والله في شخص عامل لي فولو، بلكي تمسخر علي. هو فعليا اي حدا بده يعمل سوشيال ميديا في منتقدين بشكل بحت. فاول شغله بدك تعملها ما تسمع حكي الناس. اذا بدك تبلش بلش واتكل على رب العالمين، وكون واثق من اللي انت عم تعمله، لانه كلام الناس ما راح يقدم ولا ياخر، وبس الناس اللي هي ما بترد لك الخير. يعني مثلا اللي بينتقدك ما في مبرر، فهذا واضح شو ناطر انك تحسن صورتك قدامه. واكيد بدربنا دائما في ناس بتشجع وبتحفزك انك تكمل لقدام، وبتسمع منا الكلمه الطيبه والحلوه. شكرا كثير، وبتمنى هذا الفيديو يكون عن جد وصل كل شيء بقلبي لكم، وان شاء الله يا رب الله يقدرني اني كافيكم مثل ما كافيتوني.